اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل مع بعض رز المندي بأسهل طريقة زي طعم بتاع المطاعم، يعني مش هنفرقه إن شاء الله عن بتاع المطاعم. حطيت هنا طبعا، جبت حلة فيها مية وحطيت معلقة قرفة، معلقة فلفل أسود حب، ورقتين لوري، وكم فص كده قرنفل، وطبعا الملح، ونزلت بحبهان بودر وجنزبيل بودر. كل البهارات دي عشان تغلي مع بعض كده في المية، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. وهنا كده هحط كده 5 فصوص توم، اهرسهم. ممكن تحطيهم سلام، بس انا كنت المفروض احطهم في اول ما حطيت الحاجة فكنت نسيهم، فهرسهم عشان يدوا طعم كده كويس. وهنا بعد ما خلاص المية غلت وخدت طعم كل البهارات اللي انا بقى محتاجاه، فهصفي المية كويس من اي بهارات فيها. صفيها كويس جدا عشان المية دي طبعا هي اللي هنسلق فيها الرز. طبعا هو ليه طريقة تانية ان احنا نحطه في الفرن، وبنحط طبعا عليه الحاجة اللي احنا نعملها فراخ، لحمة او اي حاجة من فوق كده بورق فويل. طبعا اكيد كلكم عارفين الطريقة دي، بس انا بستسهل الطريقة دي، بحسها اسهل. انا شايفة الرز قدامي وشايفة السوا بتاعه وكده وبسلقه، وبكون بقى انا عامله له في الاخر، هتشوفوا كده اللون اللي انا محتاجاه هعمله. وبرده هعمل له الفحمه وانا شاويه كفته اساسا، فانا هاخد بقى من ميه الكفته دي واحط برده عليه مع طعم الشوي كده بيبقى حلو قوي. هنا بقى هنعمل شويه كده دقوس. هحط 5 فصوص توم، وهحط قرن فلفل. هو يفضل ان يكون عندي فلفل احمر، بس انا ما عنديش فلفل احمر فهعمل بالاخضر عادي. هندقهم كده شويه كويس في الهون. حط شويه ملح، وهنا جبت طبق كده احط فيه شوية زيت، وهنزل بقى بالثوم والفلفل اللي انا دقيتهم. انا عايزه اديهم تشويحه بس مش هحمرهم، يعني انا عايزه ريحتهم كده تطلع، ما بيتحمرش خالص يا جماعه، يعني لازم بس ريحته تطلع كده. ونحط له بقى الطماطمايه كده. انا عندي طماطمايه مقشراها ومقطعاها مكعبات، او اضربيها، بس هي عشان طماطمايه فانا مش هضربها طبعا في الخلاط. هقطعها كده وكله كده كده هيدبل مع بعضه. طبعا انا بشوحه على نار هاديه عشان انا مش عايزاه ياخد لون. ونزلت كده بالطماطمايه. شويه ملح، مكترش الملح عشان انا حاطه ملح وانا بدوق الثوم. يعني حبه فلفل اسود، وهحط له شويه ميه وشويه معجون طماطم، معلقتين كده معجون صلصه وشويه ميه، وبسيبها تتسبك مع بعضها وبتبقى جاهزه. شويه ميه. بيبقى طعمها حلو قوي مع الرز. ممكن تاكلي كمان معاها الكفته بالفراخ، يعني اي فراخ، او انت عامله فراخ مشويه او عامله كفته مشويه بتاكليها بيها، بتبقى حلوه برضو قوي.
بس حسيت عايزة مية تاني، زودتها شوية مية. بس بتتسبك زي تسبيكة المكرونة يعني. انا بشوف الرز كده سلق معايا ولا لا. انا بسلقه 3/4 سلقة، يعني مش سلقة كاملة، 3/4 سلقة. هي كده خلاص جاهزة. هنا بقى انا كنت صفيت خلاص الرز. ههدي بقى النار، وفي نفس الحلة هرجع الرز تاني. طبعا احنا الرز لما بنصفيه ما بنشطفوش، يعني مش زي المكرونة. انا هنا بقى دي بودرة زعفران وشوية مية مع حبة فلفل اسود وحبة ملح ومعلقتين زيت، وبرشرشها كده زي ما انتوا شايفين. ده اللي هيديني اللون بتاع الرز المندي، اللي هو بيكون واحدة واحدة. فلازم بودرة الزعفران دي، الكركم مش هيديكي نفس اللون، انا بستعمل بودرة الزعفران. ونزلت بيها كده، وهكتم بقى الرز علشان ايه؟ يكمل سوا. بس هحط له الاول رشة زيت كده عشان ما يلزقش في بعضه. وهنا الكفتة اهي اتشوت خلاص معايا، هحطها بقى على وش الرز. شايفين كل رزاية بالرزاية بتاعتها ازاي ولونين. حطي بقى الكفتة كده على الرز، وعملت له فحمة. رشة زيت عشان تتبخر كده معايا، واكتمي بقى الغطا كويس عشان ياخد بقى طعم الفحم، يبقى بالظبط نفس طعم المندي.